مساء الخير، صباح الخير، صباح السعادة والهنا على عيونكم يا أحلى ناس وأحلى متابعين. رجعنا من مرسى مطروح على خير. أحب بس إن أنا أسلم على كل متابعيني، الناس المحترمين، الناس اللي طبعا بيقدروا أم محمد وبيعزوا أم محمد. أول حاجة أنا هرد على الناس اللي هي بتسألني عن الشواطئ، أم محمد صرفت قد إيه في المصيف، او انت دخول الشاطئ بكام. في ناس ياما قوي بتسالني في الموضوع ده، وانا طبعا جايه عشان ارد النهارده على الناس اللي بتسالني على موضوع الشواطئ والدخول بكام والمصاريف قد ايه والكلام ده كله. قبل ما ارد على السؤال ده احب اقول للناس اللي طبعا اللي اخلاقها يعني لما مؤاخذه يعني اوطى من الارض، الناس اللي ما عندهاش اخلاق، والناس اللي هي طبعا غلويه، والناس اللي هي بتحقد على غيرها، الناس اللي بتقول لي فلوس اليوتيوب عامله شغل والدولارات ورحت صيفت من فلوس اليوتيوب. طبعا يا جماعه انا ما رحت صيفت من فلوس اليوتيوب، طبعا والله العظيم انا رايحه مصيفه من فلوس بركات جوزي. والله العظيم يا جماعه ان انا ما قبضت الشهر ده، شهر 7 ده انا ما قبضتوش، ما نزليش ارباح فيه. الناس المتخلفه اللي هي غلويه وبتقول لي فلوس اليوتيوب خليتك تروحي تصيفي ليه؟ هو انا كنت قبل كده ما بروحش اصيف؟ انا كل سنه الحمد لله بروح اصيف. طبعا مرسى مطروح من جمالها وحلاوتها يا جماعه، والميه اللي فيها ميه تعتبر يعني الميه دي ازاز، عباره عن ان هي ازاز. اللهم صل على النبي. الميه يا جماعه حلاوه بعد كده ما فيش. عايزه اقول لي بس للناس اللي ما عندهاش دم ولا كرامه ولا احساس، ودايما بتبص للحاجه اللي في ايد غيرها، يخلي عنده شويه دم ويبص للحاجه اللي في ايده بس ويحمد ربنا عليها. اللي بيقول لي كنت عايزه، انا كنت مصوره التعليق يا جماعه والله العظيم وكنت عايزه اوريه لكم، تعليق ملوش اي لازمه زي اللي كاتبه. طبعا يا جماعه بيقول لي انت رحت صيفت من فلوس اليوتيوب، فلوس اليوتيوب خليتك تروحي تصيفي، والكلام الفاضي اللي انتوا شايفينه ده. فلوس اليوتيوب ديت والله العظيم كمان مره زي ما قلت لكم ان انا ما صرفت جنيه منها جنيه، لان مفيش ارباح نزلت لي في شهر 7. وال 3000 جنيه ولا 4000 جنيه وما بيزيدوا كل شهر ما بيكفوش حتى اصلا لحد نص الشهر. يعني احب اقول لكل واحد يخلي عنده دم ويخليه في حاجته. حتى لو انا رايحه اصيف من فلوس اليوتيوب انت مالكش عندي اي حاجه خالص، وده غل، لانك انت ما تقدرش تعمل زيي، ولو تقدر تعمل زيي اعمل. الحمد لله لا بعمل حاجه حرام ولا بعمل حاجه وحش، الحمد لله. القناه بتاعتي بتشرف بها قدام اي حد، وبتمنى ان اي حد يعرفني يشوف قناتي عشان قناتي تشرف. ولغايه دلوقتي ما كبرتش عشان هي قناه محترمه. لو مش قناه محترمه كان زمانها كبرت من زمان، انما هي عشان قناه محترمه ما بينزلش ارباح. عشان قناه محترمه ما فيش ارباح نزلت لي في شهر 7. انما هي لو كانت قناه سافله وقليله الادب زي الناس اللي حاطه التعليق ده كان زمان القناه كبرت من زمان، وكان زمان باخد في الشهر مش اقل من 50000 جنيه، بدل ما باخد 3000 جنيه و4000 جنيه عشان هي قناه محترمه. لو كانت قناه وحشه كان زمان دلوقتي باخد حوالي 50000 جنيه. وطبعا كلكم عارفين ان المشاهدات لما بتعلى بتجيب ارباح، انما الحمد لله بحمد ربنا على اي حال. وكفايه ان انا معايا الناس المحترمين اللي معايا على القناه، والدول العربيه كلها زي فلسطين والاردن ولبنان وسوريا والجزائر والسويس واهل السويس والامارات وجميع البلاد المحترمه كلها. وعفوا وبعتذر على اي بلد انا ما ذكرتش اسمها. اما طبعا يا جماعه حابه اقول لكم طبعا ان المصيف في مرسى مطروح بصراحه ملهوش حل، بصراحه وضع لا قبل ولا بعد كده. اللهم صل على النبي. شاطئ منى حشيش روعه، شاطئ كليوباترا انا ما حبيتوش ولا صورت فيها عشان انا ما حبيتش شاطئ كليوباترا دي. شاطئ عجيبه يا جماعه، اللهم صل على النبي. شاطئ عجيبه دي روعه روعه، تحفه تحفه شاطئ عجيبه دي. بس انا حبيت قوي 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 شاطئ منى حشيش وشاطئ عجيبه، احلى الشواطئ اللي انا روحتها. شاطئ عجيبه يا جماعه اللهم صل على النبي، اللي طبعا دخوله ببلاش. احنا بنصرف شمسيات وكراسي
اقل حاجه 200 جنيه في الشمسيات والكراسي، اقل حاجه. واربع كراسي بس وترابيزه وشمسيه دولت ب 200 جنيه. يعتبر طبعا يا جماعه ببلاش برضه، مش غالي. اما الكورنيش الجديد ب 120 جنيه، الترابيزه والكراسي ب 120 جنيه، حاجه كويسه برضك واسعار حلوه. تاني حاجه يا جماعه فلوس المواصلات. المواصلات طبعا هي اللي بتاخد فلوس شويه، او العربيه اللي انت بتاخديها وتروحي بيها الشغل والسكن. الحمد لله احنا صرفنا حوالي 5000 ونص في الست ايام اللي احنا قعدناها. والله العظيم يا جماعه اللي هيروح مرسى مطروح مش هيندم ابدا، وطبعا يعتبر رخيص. الانسان الغبي اللي بيقول لي انت معاكي عماله تدعي للناس وتقول لهم تعالوا صيفوا تعالوا صيفوا، انا بقولكش انت يا غبي، يا غبي انا بقولكش انت بني ادم غبي. لان انت كتبت لي بدل التعليق كذا تعليق، الناس معهاش فلوس وانت بتقولي للناس تعالوا صيفوا ومش تعالوا صيفوا. انت مالك انت؟ في ناس بتسالني وفي ناس بتقول لي يا ام محمد عايزين نعرف ايه الشاطئ دخوله بكام وصرفت قد ايه في الرحله ديت والكلام ده كله. ما بقولكش انت يا غبي، انت بني ادم غبي. عملت لك حاصل على القناه بتاعتي خالص. اما الناس المحترمه اللي انا لازما اجاوب على الاسئله بتاعتها لان هم ناس محترمين ولازما اجاوبهم، والله العظيم ما بكذب عليكم يا جماعه. كل الموضوع ان المصاريف في الشمسيات والكراسي هناك والمواصلات. المواصلات طبعا يا جماعه اقل حاجه 10 جنيه النفر. فاحنا كنا ساعات بناخد عربيه وساعات بناخد وساعات بنركب مواصلات. يعني الحمد لله استمتعنا بالست ايام دولت، كانوا احلى حاجه، كانوا احلى 6 ايام والله العظيم. كان نفسي اتنين هناك شويه وافضل شويه هناك، لان عندنا هنا الجو نار نار. كل ما اجي انزل فيا جماعه يكلموني ويقولوا لي والله العظيم الجو نار والنور بيقطع والدنيا متبهدله. طبعا ما كانش النور بيقطع هناك والله العظيم. الكام يوم اللي انا قعدتهم هناك ما كانش النور بيقطع خالص هناك في مرسى مطروح، وكان الجو هناك من غير مراوح من غير اي حاجه خرافه. ولا السهره بقى على الكورنيش بره على البحر حاجه ما فيش بعد كده. ما تخليش حد يجيب لكم احباط، وما احناش هنعيش مرتين يا عالم، هنعيش للسنه الجايه ولا لا. يلا يا جماعه ما تخلوش اليأس وما تخلوش اي حد فاشل ولا بني ادم ملوش ريحه اللازمه ان هو يخليكم تيأسوا ويقول لك هي الناس معاها فلوس، هي الناس حلتها عشان تروح تصيف. ده في ناس معاش حق المواصلات. لا الحمد لله على كل شيء. ممكن الواحده الست الشاطره تعمل جمعيه في اول السنه وتوفرها للمصيف بس من مصروف البيت، توفرها بس للمصيف كده من مصروف البيت عشان خاطر ان هي تبسط عيالها وتقضي يومين حلوين مع جوزها ومع اولادها، وفي نفس الوقت ان هي ما تاثرش مع عيالها وتبسطه. يعني المصيف ده مش لينا احنا يا غبي، المصيف ده لاولادنا. احنا بنروح ومضطرين ان احنا نروح عشان خاطر مين؟ عشان خاطر اولادنا. طول ما هم مبسوطين عيالنا احنا طبعا بننبسط وبنبقى مبسوطين عشان هم مبسوطين. انا ما كنتش عايزه اقعد غير هو يوم واحد بس او يومين بس، عيالي هم اللي صمموا ان احنا نقعد حوالي 6 ايام وكانوا عايزين يقعدوا كمان اكتر من كده. وانا حبيت القعده هناك من الطراوه ومنظر البحر اللي هو خرافه. البحر هناك يا جماعه حلاوه بعد كده مفيش. لو هنعمل جمعيه من مصروف بيتنا في اول السنه عشان خاطر نروح نبسط اولادنا لمده اسبوع من مصروف البيت بس. كل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعيد. وسامحوني على على اللي ما هوش محترم اللي انا ذكرت اسمه بدل المره كذا مره في الفيديو. كل سنه وانتم طيبين.